أنا اسمي أحمد الظاهر وأنا عمري 7 سنين وأنا من سوريا. ألمانيا عجبتني كتير وفيها ملاعب مفتوحة للكل. أنا من بلعب كرة قدم عم بنبسط كتير والطابة هي يعني بحب الطابة كتير أنا، وأنا بلعب طابة عم بفكر كتير برفقاتي بسوريا. يعني اللي احنا ما نوقف بالطابة نهائيا. لا، أنا انتبهت على ابني إنه عنده موهبة كرة القدم لما صار عمره 2 تقريبا. هو نزل عرض الملعب كان عمره سنة، بعدين بعد ما صار عمره 2 وصار شوي يعني يلعب بالكرة مزبوط. هلا لما انتبهت أنا إنه ابني عنده موهبة، أنا كرست حياتي كلها لإله. لما بلشت الحرب بسوريا مثل ما قلت لك اختلفت الحياة كلياتها، يعني الرياضة ما عاد لها مستقبل بسوريا، هيك اللي حسيته أنا. وأنا حلمي إنه حلمي كله رياضي يعني، فقررت إني أترك سوريا مشان الموضوع هذا. أنا تركت سوريا لأنه مشان مستقبل ابني. بألمانيا بدك تعتبر إنه حياة جديدة، يعني بدك ترجع تأقلم فيها وتبني فيها من أول وجديد حياتك. إيه، أنا مشتغل سوريا كتير. سوريا يعني اللي ما عاش بسوريا ما بيعرف شو معنى كلمة سوريا. سوريا أم الدنيا سوريا. إيه، أنا زعلان لأنه ابني عم يربى برات سوريا. أنا سوريا كتير بلد حلو، بس اللي بيعزيني بهالموضوع هذا على إنه موهبته عم تنمى بطريقة علمية واضحة ومبينة. أنا مهمتي بالحياة تكون حارس على أحمد. بالنسبة لتدريب أحمد بشكل يومي عم يتدرب هو ما بعد الظهر. وأحمد موهوب، يعني بعطيه الكرة يتدرب لحاله، بيعرف شو بده يشتغل. هلا حلمي لأحمد إنه يوصل لعالمية، يدخل على أكاديمية عالمية تنمي له موهبته وتعطيه التمارين اللي بتناسب موهبته. بتوقع إنه ألمانيا قادرة تحقق له هالشيء هذا.